السلام عليكم. بالله عليكم استنوا علشان في موضوع خطير جدا بالنسبة للمعاشات اللي متحولة على بنك ناصر عشان القروض. بنك ناصر بعلم البنك المركزي بيسحب المعاشات بشكل وهمي علشان يلعب بيها في البورصة. ودليل على كده اليوم 21 يقول لك 21 يوم، في خلال 21 يجيلكوا المعاش. في خلال 21 ده اللعب في البورصة دورة كاملة. انا بقى واكل واشرب منين يا سيادة رئيس الجمهورية؟ انا بطالبك ان تديني معاشي. دلوقتي الدولة قالت لي ده قانون، يا تاخدي معاش ابوك يا تاخدي كارنيه نقابة. دلوقتي انا عايزة المعاش. انا ماليش تأمين صحي وباخد علاج، عندي ازمة ربوية وعندي علاج كتير تاني، غير ان عندي قولون وعندي ضيق في التنفس وعندي ضغط واطي، ماشي، غير امراض تانية ربنا العالم بيا. انا عايزه معاشي يا سياده الرئيس. انا انتخبت حضرتك مش عشان اتعاقب، انا عايزه معاشي. القانون والدستور يحمي معاشي من اللعب بيه في البورصه. كفايه اللي حصل 2011. احنا مش هنشيل رئيس علشان ابنه لعب بفلوس المعاشات في البورصه. تيجي انت حضرتك البنك المركزي في وجودك وفي زمنك يعمل فينا كده عن طريق بنك ناصر، ويقول لك المعاش اتسحب وهمي. ناس بالهبل واقفين يعملوا شكاوي علشان المعاش اتسحب وهمي. انا اكل واشرب منين؟ اما قلت لي يا تاخدي كارنيه نقابه يا معاش ابوكي، وده قانون. طب القانون مش بيقول حمايه دستوريه لمعاشات الافراد؟ ها؟ فين بقى المعاش؟ النهارده تامن يوم انا عايزه تعويض منك شخصيا. انا ماليش دعوه بحد. انا انتخبتك. دلوقتي انا اتسرق معاشي من بنك ناصر اللي في رعايه البنك المركزي. انا عملت محضر ورحت للنيابه العامه وعملت شكوى بالنيابه العامه وخدت التاشيره ورحت القسم وبلغت النجده. انا عايزه معاشي يا سياده الريس. هو ايه هو واحد زي كريم هايبر ماركت والعصابات اللي في البلد يعيشوا ويقتلوا ويعملوا اللي هم عايزينه، محدش يقدر يعمل لهم والعرب زي ديفالا رزق مثلا مخلي عبد القادر والعمريه كلها صياعه ومجرمين والاسم ساكت، لا يضيع مستقبل الضباط هناك. انا بقى اروح فين بقى يا سياده الريس؟ تقدر تقول لي مين يحميني من بلدي، يحميني كمواطنه مصريه بحاول اكون انسان عايزه اعيش كبني ادم احافظ على كرامتي وادميتي؟ فين معاش ابويا يا سياده الريس؟ انا مش هسال اي حد تاني، واتمنى ان الناس اللي سمعوا الفيديو يشيروه وعلى مسؤوليتي الخاصه. انا تعبت بجد، انا تعبت. يا كارنيه النقابه يا معاش ابوك. طب يا بلاش، خلينا في معاش ابوك. فين بقى المعاش؟ بنك الناصر صاحب المعاش وهمي، مش انا لوحدي وكذا حد. وما تقوليش مش انت لوحدك، يعني اللي هو ازاي احنا عبيد؟ يعني احنا عبيد مثلا؟ ولا اللي معاه فلوس ونفوذ هو اللي عايش وبيدوس بالجزمه على الناس؟ انا عايزه معاش يا ريس، مش دعوه. يلا بقى.